انا مش من النوع اللي بيخاف بسهوله، بس اللي حصل معايا في البيت ده خلاني اعيد حساباتي. انا كنت لسه ناقل في شقه جديده، مكانها كان هادي بشكل غريب زياده عن اللزوم. السلام عليكم، انا عبد الرحمن احمد وده حكاوي رعب. لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تدعمني وتكتب كومنت وتعمل لايك. ويلا بينا نبدا على بركه الله. اول يوم دخلت فيه حسيت ان في حاجه مش مظبوطه، بس قلت يمكن عشان المكان جديد عليا. اول ليله كنت نايم عادي وفجاه صحيت على صوت خبط خفيف زي حد بيخبط على الحيطه. قعدت اسمع الصوت جاي من الاوضه بتاعت اوضه النوم نفسها. قمت شغلت النور، مفيش حاجه. قلت يمكن من الجيران. رجعت نمت. تاني يوم وانا قاعد لوحدي سمعت نفس الصوت، بس المره دي اوضح. مش خبط بس، ده كانه حد بيحك في الحيطه بضوافره. وقتها حسيت بقشعريره، بس برضه قلت اكيد وهم. لحد ما حصل اللي عمري ما هنساه. كنت واقف في المطبخ وفجأة لمحت حاجة في المراية الصغيرة اللي على الحيطة. بنت واقفة ورايا. اتجمدت في مكاني، قلبي كان بيدق بسرعة غريبة. لفيت ورايا بسرعة، مفيش حد. بصيت تاني في المراية، مفيش حاجة. من اليوم ده الأمور بقت أسوأ. كل الليلة نفس الصوت، حك في الحيطة وخبط أحيانا وهمس خفيف كأن حد بينادى على اسم مش واضح. وفي مرة وأنا نايم حسيت بحد قاعد على طرف السرير، مش شايف حاجة بس حاسس بوزن. حاولت اتحرك مش قادر، وفجأة سمعت صوت بنت بتهمس في ودني: انت شايفني صح؟ فتحت عيني بالعافية، لقيتها نفس البنت اللي شفتها في المراية. وشها شاحب وعينيها سودة تماما، وبصيت لي من مسافة قريبة. صرخت وقمت جري، ولعت النور، اختفت. تاني يوم قررت أسأل عن الشقة. الجيران بصوا لبعض وسكتوا، وبعدين واحدة ست كبيرة قالت لي: البنت اللي كانت ساكنة قبلك ماتت هنا، كانت دايما تقول ان في حد عايش في الحيطة. رجعت الشقة وانا حاسس ان كل حاجة بتراقبني. وقبل ما امشي نهائيا قررت ابص على الحيطة اللي بيجي منها الصوت. قربت وحطيت ودني، سمعت صوت واضح جدا: ما تسيبنيش لوحدي. وقبل ما اتحرك الحيطة نفسها اتحركت وطلعت منها ايد بتمسكني. ومن يومها انا مش عارف اخرج من البيت ده. ولو انت سامعني دلوقتي ممكن تكون واقف ورايا.